أعود الآن إلى خاتمة الدرس. الأجل، إذن الأجل يكتب ربي في لنا ربي غدي ينال ولكل أجل كتاب المثلث يقينا. ولكن السؤال ماذا بعد الموت؟ مشكلة كبيرة جدا ثقيل قاس نحزبك. لذلك قال الشاعر إن الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار ما لي يحسنوا تمتثلا أسئلة كنسينا عمر بن الخطاب الفاروق إذا اسمي سليغ مدن قارن يموت الفلاني أكيد سمسلاي الخبر الموتى كي نقدر الفلاني يموت الفلاني تموت اش السقار سياتي يوم اديس ينواس اسير مدل مات عمر وقد مات عمر الفاروق شهيد المحراب. وين يبغان غادي يروح هذه يزرز شوان وهذه والي ويموت في 10 سنين وفي 50 سنه و100 سنه الله اعلم. اتيت القبور فناديتها فاين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الأثر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. هذه المعاني وغيرها عبر عنها الشاعر الأمازيغي الأصيل الحي حفظه الله وبارك فيها في حياته الشيخ رمضان. إلى الصلاة في النبي الطهر نتساند فاف الشفاعة ثقسيط الموت زيغ ثوعر أشحالي فردان تسعة يكفغو يغزي في العمر لابد داغ الساعة تسد الموس الحرف الليف تكفى الهضرات تكليف الشهادوري الثليف هذا الشيء غير العالي تسد الموس الحرف الباء تفاد الهلاك السبا ولا سمير من الطبة أرسل فافن القبة نمشى فعل الشيني تسد المس الحرف السين اضروح رسخه من الحصين نكي ياكل الفعلي وذي سين امشى اني ذا نكنين كي موت حسن ذي الحسين امشى اني ذا نكنين تسد المس الحرف الجيم المؤمن يستهل غرف القران ذا جيم سيتمس ان شاء الله هتنجيم اسمن عمسي الحزاني تسد المس الحرف الحاء لان زيك اسمك صحا ذي بيت الله يقلحا ان شاء الله ذنوبك يمحى الصلاه على العدناني تسد المس الحرف الثاء الصوره يوثه ثوثه الروح يسعد المرثى اي غير دينا الشاعر يسعد المرثى خاطر المال اذا هضراكني الالم ولاش الالم يغلفن الروح ما تفا يقول ما تقرا حيت تغمستيس الم اكيني والله ما تجاوب تصق ارجو ولا تقرح المعده دايس اكينو يا لطيف المعده ومن سافي ولاش من سافي ياكل ادي صوشني كيني اعروري ليرني ديسكال يا خاصه ولاش نسى في الحقيقه اللي كيقرحني قرحيك صغير وقت ياكل الجسد مي ما داس الموت اتفيزي الروح مباشره صافي يجمع داك المال اكل الم سطر عند النظر اريد صوغاره غير الالم من الروح مرث الجسد. الموت ما معنى تعريف الموت؟ الموت تعريف الموت فراق الروح للجسد. لذلك الناس الشاعر تساد المس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثة الروح يسعد المرثى أكني لا تستسن الوراثة كل يونكن يتمني تساد المس الحرف الذال سيسمري اللي الفذال في الهازغ لا السعذال الفقير كذ الغني تساد المس الحرف الضاء الحباب خدمن الفريضة نانا سيلا يسي الضاء إلى قصفر القضاء وما الدنيث ذي الفاني. ربي الناد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقلق ذي الخرف ذينا بعد الحسابات ذو رحلة اسمي رحلة الخلود. أي رحلة الخلود خاطر دفغ انت بعد ما ذي المؤمنين غيجعل ربي سيسا أنهني نهائيا ما شامل هنا الدونيث لهنايس تخوص زرا ما يغار خاطر إلا وين تيسلوغن غلا إلا وين تيسلوغن
الحياة فيها منغصات، لذلك السعادة مؤقتة آنية ليست دائمة، ولكن السعادة الحقيقية مراكين. قال في الجنة، سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم نضعها في الجنة، ويوم القيامة رجال ربي سيسن أسنيني ربي في سورة الزمر الآية 67 إلى غاية الآية 75. أسنيني أديني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا إلى الزمراء. أكيد تعرف زمر ربي دي الدوني ثونغرو جماعات ربكم يوفقات الشمال الجنة جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أسين مرحبا بسم الله سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كيش مثل الجنة اثرنالمون خالدين، أكمل اسم كلمة خالدين سي نورمال هذا فرحان، خاطر لو كان سنة الملائكة غتقيم 20 سنة 100 سنة ديال الجنة أتغال مردوني تقلقا أتقميم الكاني واسن ديالو غالل إمسان كلمة فادخلوها خالدين أدنطقنا كمالان الدينين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. من بعد ربي يتفضل علينا قائلا فنعم أجر العاملين. آخر آية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. والسلام عليكم.